السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. رجعت لكم النهارده بافجر نسخة واتساب في مجالك قلب اخوك، نسخة بمميزات جمدان. تمام، نسخة قلب اخوك بتوثق رقمك، بتشغل الارقام المعذورة معدل. يعني قلب اخوك النسخة دي نسخة طرش من الاخر. تمام، نسخة قلب اخوك باللون الاحمر الرايق دوت قلب اخوك. تمام. فالنسخة دي قلب اخوك هسيبها لك قناة التليجرام، هتكون بباسورد مكون من 4 ارقام، حوالي رقمين في رقمين. تمام، يعني انا الباسورد هقوله بصوتي في الفيديو رقمين في رقمين. تمام، فانت قلب اخوك عشان ما يواجهكش المشكله بتاعه التطبيق لسه مثبت، كل عليك اللي انت هتيجي على متجر بلاي دوت. تمام، هتبدا تدخل على متجر بلاي دوت قلب اخوك، وبعد كده هتيجي تدوس على العلامه اللي فوق ديت. تمام، وبعد كده هتبدا تقفل تدوس هنا اهو. تمام، وبعد كده هتلاقي عندك الحماية متفعلة قلب اخوك بالشكل ده كده. تمام كده هيجيب لك التطبيق لسه مثبت. تمام، فانت عشان يجيب لك التطبيق مثبت قلب اخوك وتعرف تثبت النسخة بتاعت النهاردة، هتيجي فوق هنا اهوت خالص قلب اخوك، تدوس على الترس اللي فوق ده. تمام، هتلاقي عندك قلب اخوك طلع معاك الزرارين دولت كده اهو. تمام، هتبدأ تدوس على اول واحد، هيطلع معاك قلب اخوك بالشكل ده، وهتدوس ايقاف اللي هي دايما. تمام، وهتدوس ايقاف، وهتبدأ تكتب الباسورد. بس كده قلب اخوك ادي كده مش هيواجهك مشكلة التطبيق ليس مثبت. تمام، تاني حاجة قلب اخوك هتبدأ تيجي في البحث بتاع متجر بلاي وتكتب فك الضغط. تمام قلب اخوك، وبعد كده هيطلع لك الابليكيشن اللي لونه اخضر دوت، هتبدأ تثبت التطبيق اللي لونه اخضر ده. تمام، عشان النسخة بتكون مضغوطة، انت بتنزل الملف ومضغوط، بتدوس عليه دوسة مطولة وتدوس استخراج. تمام، وتكتب الباسورد اللي انا هقوله رقمين في رقمين بصوتي في الفيديو. تمام، ويلا بينا على الشرح. اول حاجة يا اخواتي ديت شكل النسخة، نسخة رايقة قلب اخوك باللون الاحمر. هتبدأ تدخل على النسخة دوت قلب اخوك. تمام، هتبدأ قلب اخوك تفتح النسخة دوت قلب اخوك. عندك هنا اضافة أكتر، عندك هنا اضافة اكتر من حساب. تمام، وعندك هنا قلب اخوك وضع الطيران، وعندك هنا الوضع الداكن. تمام، وعندك هنا وضع الشبح. تمام، وعندك هنا قلب اخوك ادي قلب اخوك تحركات النسخة. عندك هنا قلب اخوك بص، عندك هنا قلب اخوك الدردشات، وعندك هنا المجموعات، وعندك هنا الحالات، وعندك هنا المكالمات، وعندك هنا قلب اخوك ايه المستجدات. تمام، هتبدأ قلب اخوك تدوس عندك على العلامة ديت كده قلب اخوك اللي هي تحت خالص ديت قلب اخوك. عندك هنا قلب اخوك لما تدوس عليها هتلاقي عندك ارقام 1 2 3. عندك هنا قلب اخوك بص، خلفية فيديو في الواجهة رايقة قلب اخوك، خلفية فيديو جامد. وعندك هنا برضو تاني خلفية فيديو برضو رايقة، هي قلب اخوك زي ما انت شايف كده اهو. وعندك هنا قلب اخوك تالت خلفية برضو حاجة كده قلب اخوك جمدان. وعندك هنا ايه الخلفية العادية. تمام، هتيجي قلب اخوك عندك على الثلاث شرط، وبعد كده الاضافات. تمام، عندك هنا قلب اخوك الخصوصية، هي قلب اخوك عندك هنا الخصوصية، اخفاء اخر ظهور، اخفاء انك شهدت الاظهار، انك شهدت الحالة، زي ما انت شايف كده قلب اخوك خصوصية. تمام، وعندك هنا تعديلات جي بي، وعندك هنا اضافات ام اف، وعندك هنا جدول الرسائل، وعندك هنا رد تلقائي، وعندك هنا راستر الواتس. تمام، اعادة تشغيل الواتساب، وعندك هنا رسالة الرقم غير محفوظ، وعندك هنا رسالة جماعية، وعندك هنا الاعدادات. تمام، واول رقمين في الباسورد هيكونوا 20، اول رقمين في الباسورد هيكونوا 20. تمام، هتيجي عندك قلب اخوك على اضافات ام اف، قلب اخوك هيبدا يفتح معاك كده. وعندك هنا اضافات مافيا، وعندك هنا الحمايه والخصوصيه، وعندك هنا السمات، وعندك هنا الاعدادات العامه، وعندك هنا الشاشه الرئيسيه، وعندك هنا قلب اخوك شاشه المحادثه، وعندك هنا جدول الرسائل. تمام، هتيجي قلب اخوك عندك هنا اهوت، عندك هنا الخصوصيه اهيت. تمام، وعندك هنا قلب اخوك السمات شغاله يا اخواتي في النسخه دي، تقدر تحمل اي سيم قلب اخوك وتخليه سيم النسخه. عندك هنا الاعدادات العامه، الستايل قلب اخوك تخليها ستايل ايفون او كده. تمام، النسخه قلب اخوك بخط ايفون وبايمو ايفون. تمام، وعندك هنا الشاشه الرئيسيه والبار، يعني قلب اخوك نسخه بص جمدان. تمام، وعندك هنا مؤثرات التناقل،
هتيجي يا قلب اخوك على اضافات مافيا، تلاقي عندك هنا حول التطبيق، وعندك هنا قناة اليوتيوب، وعندك هنا قسم الحماية والحماية برضو، وعندك هنا الحصانة من الوثائق، وعندك هنا الجمدان، وعندك هنا الحماية من الكراش، وعندك هنا الإعدادات الخاصة، وعندك هنا تفكيك الريك، وعندك هنا آخر حاجة ديت نسخ الاحتياطي ديت كده، النسخ الاحتياطي اللي هي تحت خالص. تمام. هتيجي عندك على الحماية، عندك هنا قلب اخوك صف الروم بتاعك، هتفعلها قلب اخوك كده اهوت، اول ما تغادر الروم كل الاعداء هتتزال تلقائي. وعندك هنا قلب اخوك منشن جماعه اهوت، وعندك هنا ديت ملهاش لازمه، وعندك هنا تعطيل ايقون الجي اي اف، وعندك هنا تعطيل ايقون الجي اي اف في الواجهه. تمام. الكلام يا اخواتي اللي انا كاتب لكم عليه ملوش لازمه، الكلام اللي انا كاتب لكم عليه ملوش لازمه دوت يا اخواتي، هو بيبقى بص ما مش هيعمل حاجة، ملوش لازمة. تمام. عندك هنا إظهار رمز تعديل الكل، وعندك هنا هو فعل دوت قلب أخوك عشان تعرف مين نزلك من الأدمن وكده. تمام. وعندك هنا عرض الكي اف سي، وعندك هنا إلغاء علامة المنشن وتقليل 75% من النص. تمام. وعندك هنا مكافأة الأخطاء 1، ومكافأة الأخطاء، ومكافأة الأخطاء 2. تمام. وعندك هنا الباقوك بص حاجات زي ما انت شايف كده، ومضاد التأخير، وكتالوج دائرة، وتقليل النص، وجهة اتصال دائرية، حاجات الباقوك كده زي ما انت شايف اهو. تمام. تيجي عندك على الحماية الأخرى، عندك هنا توثيق رقمك، فعل الباقوك الخيار دوت وترجع كده اهو، هتلاقي قلب اخوك رقمك اتوثق بالعلامة الزرقاء فوق خالص اهوت قلب اخوك زي ما انت شايف. تمام. تمام. عندك هنا قلب اخوك اهوت قلب اخوك زي ما انت شايف الخلفية، خلفية اخر جمدان. تمام. دي الخلفية الاساسية بتاعت النسخة. عندك هنا خلفية فيديو برضو، اول خلفية فيديو في الشات، خلفية جمدان يا اخوات. وعندك هنا برضو خلفية فيديو اهوت، وعندك هنا كمان خلفية فيديو. تمام. تمام. وعندك هنا الباقوك زر عكس الرسائل. تمام. وعندك هنا تقليل الأعطاء. تمام. وتوقف عن رؤية الشات، وحد الأحرف، وإزالة التأنيج. تمام. تمام. عندك هنا الحصانة من الوثائق، إزالة عنوان الوثيقة، وثيقة كحلقية. عندك هنا قسم الجمدان، ارفع نفس قسم الفيك، هترفع نفسك في أي أدمن في أي روم. وعندك هنا تزويد الأسطوري، وعندك هنا تزويد الأسطوري 1، تزويد الأسطوري 2، تزويد الأسطوري 3. تمام. عندك هنا الحماية من الكراش. تمام. عندك هنا كسر مضاد الأخطاء، وحماية كراش دعوة، مضاد الأخطاء زي ما انت شايف كده يا اخوات. تمام. تمام. وعندك هنا تفكيك الريك، تفكيك الريك وحايد، تفكيك الريك 2، تفكيك الريك 3، تفكيك الريك 4، تفكيك الريك 5. تمام. تمام كده يا اخوات، كده احنا شرحنا النسخة بحالها وبس كده يا اخوات. ده بيكون نهاية شرح النهاردة، اشوفكم الفيديو الجاي. واخر رقمين في الباسورد هيكونوا 40، اخر رقمين في الباسورد بتاع النسخة ديت هتكونوا 40. تمام. تمام. سلام.